250 مليون، والله حتى بزاف اصاحبي. وزيد كيوصف الاطر الرياضيه بالفشل. عيب اصاحبي، دخلنا عليكم بالله غير بيني وبينكم. واش كاين شي مدرب تيقول لهم الكاس ديالنا قبل ما يدير الديبار؟ الطياره باقا ما دارتش. ويزيدكم قال لهم غنوفر فرص للشغل للمغاربه. والله حتى زوين هذا. اش غادي نقول لك كيريت؟ سير الله يعطينا الجاليه المجديه بالخاليه الايطاليه، كلمه للجامعه والمدرب كيريت، حاشاكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اطار المفاهيم الحولة عند الدوله المغربيه كنلاحظوا بان مدرب فاشل بحال كيريت كيشد 250 مليون، هذا هو التصريح ديالهم، ولكن كتبيص عليه 380 مليون في سويسرا. وهذا ان دل على شيء، يدل على ديما الدوله ديما كتفهمها مقلوبه. حنا عندنا معطلين وعندنا شي امور اللي اهم، وفلوس كنلاحظوا ان فلوس صحيحه كتمشي في شي امور فاشله بحال مدرب فاشل اللي ما دار والو خصو يمشي بحاله. بالنسبه للموضوع كيريت، انا اللي فهمتش، انا ما شغليش انا شحال كيشد الصالير وشي حاجه. انا اللي كنعرف انه فهمتي خاد مع المنتخب المغربي في كاس افريقيا، يعني ما مشاش معاهم في مسار بعيد، ما حقق والو. كنعرف ان المدرب خاصو يتشطر، فيما انه هو طلع قال في الصحافه ان المصير ديالي ما فهمتش متعلق بلعيبه من الناس مسؤولين كبار ومتعلقش بالجامعه. اذا الجامعه فهمتش علاش دارت، شنو هما القوانين اللي كدير. وزاد انه هو قال زعما ان الملك فهمتش هو اللي قال ليه يبقى. انا في الدستور اخويا فهمتش قريت من البدايه حتى الاخر، ما لقيتش ان عند الملك الصلاحيات انه يدخل حتى في الشؤون تاع كره. مشكله المدرب كيريت هو صراحه اولا العقد اللي ربط الجامعه بكيريت هو عقد ما كانوش باغينه المغاربه، لانه بواحد الثمن خيالي 250 مليون، واخا يكون هذا كيريت كيصنع بيطادين. وبالاضافه الى هذا النكبه ديال كاس افريقيا، اولا تحصينا في الدور الاول بنتيجه يعني مرضات المغاربه بهذه العباره هذه. واللي زاد اجج من الاوضاع هو ان من بعد الرجوع من كاس افريقيا كنشوفوا بانه باقيين شي جهات بغاوه يبقى. علاش الشعب ما بغاش؟ الرياضيين في المغرب ما بغاوش. علاش هذا المدرب يتفرض علينا حنا؟ واش حنا بياض في هذه البلاد هذه؟ عندنا اطور تقنيه احسن من كيريت 1000 خطره. عندنا المريني، عندنا بادو الزاكي، ناس اطور قاريه بالدبلومات ديالها. علاش نجيبوا قرض من بلجيكا يبدا يسب لينا في الاطور ديالنا من برا ومازال باقي عندنا بزز؟ علاش؟ دخلوا ضاربوه، خصو يمشي بحاله وصافي وشكرا. الاخبار اللي كنسمعوا على المدرب إيريك كيريت اللي وصف المدربين المغاربه بانهم كاملين فاشلين، يعني هذه اهانه للمدربين المغاربه واهانه للمغاربه عامه. هذا المدرب هذا اللي عطيناه فرصه، عنده ارضيه، عنده امكانيات بشريه وماديه، وما قدر يدير لنا والو. وصراحه كنطالبوا بالاستقاله ديالو فورا عاجلا ان شاء الله. واخا حنا ما عارفينش الراتب ديالو فهمتي، ولكن بغينا السيد يحيد. فوالا هذا هو الميساج ديالي. بالنسبه لكيريت اخويا قال لك الاطر المغربيه فاشله، ما شافش راسو بانه هو اكبر واحد فاشل. زاد قال لك فاشل بزاف. زاد كملها ستوكي ما عرفت شحال من طون ديال المسكه في الدار دير مدغ علينا. قال لك حكار الكاس ديالنا، ضمن راسو باش ضمن راسو هو باقي ما لعبش الماتش الاول. قال لك صافي حكار الكاس ديالنا. ولكن الزاكي عجبني، قال لك كيريت خصو طبيب. كيريت معاه انه كيتقاضى 250 مليون في الشهر. مشينا للكان خرجنا من الدور الاول كما كتشوفوا الشهري داروا لينا ومع التوانسه. حنا كون جابوا فتحي جمال ولا بادو الزاكي ولا غير سكينه راه غدربهم غيديروا شي حاجه. اما باش تقول لي إيريك كيريت وعطينا واحد المبلغ لا يعقل، وجابوا لنا بيدق ديال الخلا من الهلال السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الناس ديال مدينة أوسلو في النرويج، حنا بعد هاد النكسة الكروية كنستغربوا كيفاش ان كيريت مازال في هذا المنصب هذا، ومازال كيتجرأ باش انه يدير بعض التصريحات وكيهين فيها المدربين المغاربه. حنا كنطالبوا بالاستقاله ديالو فورا واعطاء الفرصه للسي بادو الزاكي. شكرا. ماشي بمستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، وبصراحه خاصنا مدرب وطني اللي كيموش على التوني وعلى الدرابو المغربي باش يحقق واحد الانجاز اللي عمره حققه شي مدرب اجنبي مع المغرب، واللي ما عمره غيتحقق. حيت الا ما كانش مدرب وطني اللي كيموش على المغرب وعلى بلادو ما يمكنش يدير شي حاجه. بالنسبه لإيريك كيريت وحلالينا دعينا الله يجيبوا لنا ولد البلاد. تا لا خسر ولا ضحك علينا هانيه بيناتنا، ولكن يجي البراني يضحك علينا. لا اله الا الله، لا اله.
حالك يا جيران